اتكتب كلام غير صحيح تماما ان كابتن حسن مرتبه واستاذ ممدوح وافق وعملوا سيناريو. الكلام ده مش صح، وطلعوا بقى ان حسن شحاته بتاع فلوس ومش مركز مع الفرقه واللي مش عارف ايه وبيتكلم فلوس، والكلام ده غير صحيح تماما. وانا بقول للناس يا جماعه لو سمحتوا لما يكون في خبر زي كده راعوا ضميركم، اسالوا الاول، شوفوا المصدر، ما تكتبوش وتعملوا وتالفوا سيناريو وهو ما حصلش. ده انا يعني ايه قلت اقوله، وانا ما بحبش دايما اقول حاجات سريه على كابتن حسن عشان بيقعدوا يقولوا كريم بتجيب حاجات، بس دي حقيقه واتكتبت في الجرايد واتقالت في برامج ونزلت على النت، وده غير صحيح تماما. كابتن حسن شحاته ما طلبش لنفسه اي زياده في المرتب وموافق على العقد القديم، بس هو بقى هقول لكم دلوقتي ما كانش راضي يمضي العقد القديم ليه؟ ان كان كل الناس بتسال يقول لك حسن شحاته مش عايز يمضي العقد القديم مع المجلس المستشار جلال ابراهيم. خلاص مجلس المستشار جلال ابراهيم مشي، وانا هقول لكم السبب وانتوا اكيد عارفين يعني، بس كان في ناس بتخترع سيناريو، يعني اكتر من سيناريو، وناس بتقول مش عارف ايه. اللي حصل ان كابتن حسن شحاته كان ما عندوش مشكله خالص في موضوع العقد، عقده زي ما هو عايز، الشروط اللي هو عايزها، المبلغ اللي هو اتفق بيه مع نادي الزمالك ما عندوش مشكله خالص، بس ما كانش عايز يمضي عشان يضغط على مجلس الاداره اللي هو يصرف مستحقات اللاعبين. كابتن حسن شحاته لو كان مضى العقد وقعد وبعد كده قعد يطلب بقى من مجلس الاداره يا جماعه فلوس اللعيبه، ما خلاص مجلس الاداره ما عندوش مشكله، ما حسن شحاته مضى وقعد فخلاص بقى نستجيب ليه ما نستجيبش مش مشكله. لكن لما يكون ما مضاش العقد وبيهدد بالرحيل، كل ده هيبقى ضغط على مجلس الاداره اللي هو يصرف فلوس اللعيبه. فحسن شحاته ما وقعش مش عشان نفسه، مش عشان هو مش عاجبه الفلوس، مش عشان عايز يزود مرتبه، لا هو عايز يجيب مستحقات اللعيبه، ومش عايز يعمل زي مدربين قبل كده تانيين. اللعيبه كانت بتاخد فلوس ما بتاخدش فلوس مش فارقه معاهم، لا كابتن حسن شحاته عنده رقم واحد، وده كلام كابتن حسن على اللي انا بقول لكم ده كلام كابتن حسن ولاعيبه الزمالك عارفينه، ومجلس الاداره سواء السابق او الحالي عارف الكلام ده. كابتن حسن شحاته عايز رقم واحد اللعيبه تاخد فلوسها عشان بعد كده يقدر يحاسبهم، بعد كده يقدر يقول لهم كذا، ما يبقاش في لعيب زعلان في عنده مشاكل في بيته، لعيب ما خدش حقه وبعد كده حاسبه وعاقبه. طب هعاقبه ازاي؟ فده السبب اللي كان حسن شحاته ما كانش راضي يمضي عشانه، مش عشان بقى عايز يزود فلوس ومش عارف ايه، لا لا يعني انا مش عايز ازود في الحته دي، لكن عايز اقول لكم كلكم عارفين لو كان حسن شحاته عايز يمشي من نادي الزمالك كان مشي وراح 50 حته و50 عرض، وانتوا عارفين والارقام كانت اكتر من نادي الزمالك بخمس ست مرات. فده الموضوع بالظبط بالنسبه لحسن شحاته، وانا اسف ان انا طولت فيه، ما بحبش اقول اخبار لكن لازم اوضح ان كان حاجات غير صحيحه اتنشرت وبرامج قالتها وغير صحيحه. نروح للكابتن طارق العشري السوبرمان الدوري المصري. كابتن طارق ازاي حضرتك؟ ازيك يا كريم؟ الله يسلمك. مبروك، وانا سعيد ليك جدا السنه دي يا كابتن طارق. الله يخليك يا كريم. والله سعيد جدا جدا بمستوى الفريق بالنتائج، يعني ما شاء الله النهارده الماتش التاسع. والله الحمد لله. الفوز على التوالي التاسع صح؟ الحمد لله والشكر. انت مش عايز تقول بقى عشان ما نحسدكش. انا عاوز اقول الله يكون في عون اللي ابوه مدرب في الدوري. ولادك عاملين ايه طيب؟ والله الحمد لله. هتعمل ايه؟ يعني خلاص هتعمل ايه يا عيني؟ الله يكون في عون. لا الله يخليك يا طارق، يعني مبروك وحاجه تشرف وحاجه جميله السنه دي. يعني انا سمعت طبعا جزء من الحوار. ايوه كابتن حسن يعني مش لازم. ونايم تتكلم على كابتن حسن يا كابتن طارق عشان انا ايه يعني ما بحبش اقول اخبار، بس لقيته مظلوم الفتره اللي فاتت وناس عماله تطلع اشاعات، فقلت لا لازم اقولها بقى، هعمل ايه يعني، مخنوق له بصراحه. لا يمكن انت كمان شهادتك مجروحه. ما بالظبط. طبعا كابتن